هل تأثم الزوجة إن لم تهيئ نفسها لزوجها؟ هل تأثم الزوجة إن لم تهيئ نفسها لزوجها؟ بمعنى بالعامية كده إن هي تتزوق لزوجها، يعني إنها تلبس أحسن لبس مميز كالزوج وزوجة. تمام. يكون في نوع من التعامل الزوجة مع زوجها، تعاملات خاصة بالزوجة لزوجها. وطبعا كلكم عارفين أنا أقصد إيه. قد يكون كلام، قد يكون لبس، قد يكون حاجات كده معينة. تعاملات الزوجة مع زوجها. السؤال: هل تأثم الزوجة إن لم تهيئ نفسها لزوجها أو قصرت في هذا الموضوع؟ تمام كده. هل لها ذنب عند الله سبحانه وتعالى؟ طبعا يا جماعة الإجابة طبعا نعم، ولكن إذا تعمدت. خد بالك هنا أنا بقول دلوقتي إذا تعمدت، دي مهمة جدا. يعني إذا تعمدت إهمال نفسها وترك التزين له دون عذر، فإن ذلك من التقصير في حقوق الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. طبعا السجود لغير الله حرام، ولكن خد بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كنت آمرا. خد بالك في فرق بين الاتنين. في فرق ان الرسول بيأمر الزوجة ان تسجد لزوجها، ولكن هنا بيقول لو كنت آمرا. وإن كان هذا فيدل على أهمية ومكانة الزوج بالنسبة لزوجته. تمام كده. المهم أنا بقول هنا في شقين برضو، خد بالك. إيه بقى هنا الشق؟ في شق هنا عمدا، وهنا برضو في شق تاني بيرجع للزوجة أو أسباب عند الزوجة بتمنع نفسها إنها تهيئ نفسها لزوجها. يعني إيه؟ نوضحها أكتر. نحط افتراض مثلا إن الزوجة تعبانة وإن هي مريضة، أو هي من خلال شغل البيت في يوم من الأيام شغل كتير جدا جدا ومجهود بدني كتير ومجهود نفسي كتير جدا جدا، قد يكون سبب يمنعها إن هي تهيئ نفسها لزوجها. تمام. هو قد يكون غلط، ولكن برضو قد يكون عذرا برضو عند الزوجة. المهم، ولكن كوجه عام احنا بنقول ان هي تعمدت، هي متعمدة ان هي تهمل نفسها، متعمدة تلبس لبس غير لائق لزوجها، متعمدة ان هي ما تقولش لزوجها كلام جميل، كلام حلو كزوجة لزوجها. تمام. متعمدة بمعنى أصح انها تهمل نفسها في كل شيء. طبعا يا جماعة كده في تقصير لحقوق الزوج. الزوجة لابد إن هي تعامل زوجها معاملة معينة عن الإنسان العادي، على أساس إن الزوج في شغله طبعا مرهق، تعبان جدا جدا في شغله، عايز يخش البيت ينسى كل متاعب الحياة، متاعب الشغل، المجهود اللي بيبذله في الشغل، عايز يخش البيت يلاقي حياة مختلفة، اختلاف كلي عن المصاعب وعن المشاكل اللي قابلته في مجال عمله. وبالتالي أي زوج بيبقى عايز يخش البيت عايز طبعا يعيش حياة مختلفة. تمام. وبالتالي الزوجة إذا تعمدت إهمال نفسها وترك التزين له بدون عذر فإن ذلك من التقصير، وطبعا يكون إثم عليها ويحاسبها الله سبحانه وتعالى على هذا.
طبعا قال الله سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف. عاشرهن بالمعروف، الآية 19 سورة النساء. وكلمة المعروف هنا تشمل حسن المعاملة والتزين والكلام الطيب. نيجي السؤال السابع: هل يجب على الزوجة أن تصبر على ضيق حال زوجها؟ يعني إيه؟ زوج ظروفه المادية صعبة جدا جدا، هو الراجل شغال ولكن المرتب مرتب بسيط جدا، تمام؟ ظروفه المادية صعبة. هل مطلوب من الزوجة إن هي تصبر على هذا الضيق؟ أم تقول له طلقني، أنا مش هقعد معاك، أنا هسيب البيت، أنا حظ وحش، أنا ربنا حاسس غضبان عليا عشان اتجوزت واحد زيك، أنا أمي دعت عليا، وكلام من هذا القبيل. طبعا في نوعين من الزوجات في هذه الحالة. في زوجة عندها صبر، في زوجة تتصف بالصبر وعندها صبر ديك الحال عند زوجها، بالعكس دايما بتقول له كلام حلو وتحاول تصبره على هذا الضيق. في نوع تاني من الزوجة للأسف، وهذا طبعا اسم، إن هي بتسيب زوجها أو تقول له أسوأ الكلمات. طبعا الإجابة: يستحب الصبر ويثاب عليه ويعد ذلك من حسن العشرة، لكن إن عجز عن النفقة فلها الحق في طلب الفسخ شرعا. بمعنى إيه؟ الزوج هنا حاجة من الاتنين: إما الراجل شغال فعلا وبيتعب ولكن مرتبه على قده، إذن مطلوب من الزوجة الصبر. مش كده وبس، هذا الصبر تثاب عليه. يعني تثاب عليه يعني لها أجر عند الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يعطيها أجر كبير على هذا الصبر. زوج تاني ديك الحياة هو أساسا مش شغال، ولو اشتغل ما بيكملش في شغل، هو أساسا ما بيحبش الشغل، ما بيحبش يشتغل، هو أساسا مش عايز يبذل مجهود، عايز يفضل دايما قاعد في البيت. يعني موضوع النفقة على زوجته وعلى أولاده دي أساسا مش في دماغه، بالعكس يعامل زوجته وقد يعامل أولاده أسوأ المعاملة. اشتغل، فلان يجيب له شغل، واحد قريبه يجيب له شغل، لا أنا مش هشتغل، أنا مش هشتغل وهقعد دايما كده في البيت. إذن هو كده أصر إن هو ما يشتغلش، وكده أصر إنه يقعد في البيت. إذن دي عملية مقصودة منه وهو عايز كده. في الحالة دي بقى نعمل إيه؟ مطلوب من الزوجة ولها الحق في ذلك إن هي تطلب الطلاق أو الخلع، طلاق أو خلع. على أساس إيه؟ على أساس إن الزوج لا يقوم بمهام الزوج الحقيقي اتجاه زوجته واتجاه أولاده. تمام؟ فكما قلنا طبعا يا جماعة بيرجع للزوج نفسه. السؤال الثامن رقم 8: هل يجوز للزوجة أن تشتكي زوجها لأهلها؟ يعني إيه؟ في زوج يعني مثلا مش شغال، بيعامل زوجته معاملة مش كويسة، بيعمل تصرفات تضايق، تصرفات قد تكون بالكلام قد تكون بالفعل، المهم فالزوجة هنا بتشتكيه، مثلا بتشتكيه لأهلها. أهلها يعني إيه؟ أهلها اللي مثلا والدتها، والدها، أخوها، أختها، وهكذا يعني. طبعا فمعاملة الزوج لزوجته قاسية، مثلا معاملة قاسية، أو مش شغال،
أو بيصدر منه تصرفات بيجعل بعض الزوجات إن هي تشتكيه لأهلها، على أساس زي ما بيقولوا إيه، إن الأهل سند. تمام؟ هل يجوز للزوجة أن تقوم بهذا التصرف إنها تشتكي زوجها لأهلها؟ طبعا يجوز للزوجة أن تشتكي زوجها لأهلها إذا كان فيه ظلم أو تقصير واضح، لكن بشرطين. يعني الزوجة تشتكي زوجها لأهلها إذا كان فيه ظلم، من الزوج نفسه، بيعاملها وحش، مش شغال، ما بيصرفش عليها، سب وقذف، ضرب، حاجات كتير قوي يعني، ما بيصرفش على البيت، معاه فلوس بس بخيل جدا جدا على زوجته وعلى أولاده، من هذا القبيل يعني. تمام؟ طبعا يجوز إن هي تشتكي لوالدها أو والدتها، تمام، أو إخواته، ولكن كما قلنا في شرطين: أن يكون بهدف الإصلاح وليس التشهير. يعني إيه؟ لما هي تكلم والدتها أو تكلم والدها أو تكلم أخوها، ممكن إن الجماعة دولك أو حد منهم يأثر عليه بقى من خلال الكلام، من خلال التهديد، بصرف النظر. المهم هنا الهدف هنا يكون هدف إصلاحي، يعني هي بتشتكيه لهدف إصلاحي. برضو أن تكون الشكوى عند الحاجة، مش في كل صغيرة وكبيرة. يعني إيه؟ يعني كل ما الزوج يخطأ في حق زوجته، ماشي، طبعا مش في كل حاجة تقعد تنقل الكلام لأمها أو أبوها، مش كل كبيرة وصغيرة تروح تشتكي كل شوية، ولكن بنقول إيه؟ لما الموضوع بيزيد عن حده ينقلب لضده. تمام؟ يعني إيه؟ لما المعاملة السيئة بتزيد أوي أوي ورخمت أوي أوي وزادت أوي أوي عن حدها، لأ، في الحالة دي بقى بتقابل أو بتكلم والدها أو والدتها، على أساس دول سندها. الأم أو الأب غير موجودين، يبقى الأخ، وهكذا. تمام كده؟ ولكن خدوا بالكم برضه يا جماعة، في بعض الأمور أعتقد إن هي إيه، حسب الأمر نفسه يعني. ممكن تكلم مثلا والده هو، والدته، أخوه، أخته، يعني قبل ما تكلم والدتها أو والدها أو أخوها أو أختها، لا، تتجه الأول للاتجاه التاني، اتجاه أهل الزوج، الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، حسب نوع المشكلة. مع كده يا جماعة، حسب نوع المشكلة. يعني في حاجات مينفعش تقولها لوالدتها أو والدها أو أخوها، لا، تقولها لوالده هو أو والدته أو أخوه أو أخته، والعكس برضه يعني، فحسب نوع المشكلة. ولكن كما قلت يا جماعة، مش في كل كبيرة وصغيرة تطلع الكلام وتشتكيه في كل مكان. وأعتقد برضه أفضل من كل هذا إن هي الأول تنصحه، الأول تقدم النصيحة معاه، تنصحه وتفهمه إن التصرف دي غلط، أو يعني نتكلم عن المشكلة عامة، يعني إن اللي اتعمل دي غلط، وإن الصح كذا كذا كذا، واتكلموا بقى من روح الإيه؟ روح الزوجة الصالحة، روح الأمومة، الأولاد وهكذا يعني. تمام كده؟ السؤال اللي بعد كده، السؤال التاسع: ما حكم الزوجة التي تتحدث عن زوجها بسوء أمام الناس؟ حكم الزوجة التي تتحدث عن زوجها بسوء أمام الناس، بمعنى إيه؟ في بعض الزوجات بيقابلوا من جيرانهم في الشارع، بيقابلوا مثلا زمايلهم في العمل، ويتحدثوا بسوء عن زوجها. تمام كده يا جماعة؟ يعني في زوجة تقابل جارتها، تقابل صاحبتها، تقابل زميلتها في العمل، أي حد،
وتقعد ما شاء الله تتكلم وتعيب عن جوزها في حاجات كتير، لدرجة إن هي ممكن تتحدث في الخصوصيات، حاجات خاصة كده بزوجها المفروض محدش يعرفها. تمام؟ المهم تتحدث عن زوجها بسوء أمام الناس. ما حكم الإسلام في هذا؟ طبعا زي ما حضراتكم شايفين لا يجوز شرعا، ويعتبر من الغيبة والنميمة، ويهدم الثقة بين الزوجين ويؤثر على الحياة الزوجية. أول حاجة دي غيبة ونميمة، بصرف النظر بقى إيه زوجها قريب أو بعيد. يعني أنا دلوقتي لما أعيب عن شخص معين بصرف النظر عن زوجتي أو أخويا أو أختي أو أي إنسان عادي، إن أنا أتكلم عن حد وأعيب فيه قدام أحد الأشخاص، هذه يا جماعة غيبة ونميمة، ولا يغتب بعضكم بعضا. تمام كده؟ دي حاجة. الحاجة التانية بيهدم الثقة بين الزوجين. بمعنى إيه؟ الزوج عرف إن زوجته اتكلمت عنه بسوء أمام فلانة أو فلان، قد يكون من الجيران، قد يكون من الأصحاب، قد يكون من الزملاء، وهكذا يعني. فشيء طبيعي إن الزوج لما يعرف حاجة زي كده لا يثق فيها إطلاقا، أو العكس يعني العكس. يعني مثلا إيه؟ الزوج بيتكلم عن زوجته أمام أحد الأشخاص بسوء، شيء طبيعي إن هي برضو كده هتضيع الثقة، وإن هي مش تحترمه أو تضع فيه ثقتها فيه، بسبب إنه بيعيب عليها أمام الآخرين. بنتكلم سواء ده أو ده. وطبعا يا جماعة ده كله بيأثر على الحياة الزوجية. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وعاشرهن بالمعروف. المعروف لا يشمل الكلام السيء خلف الظهر. المعروف أني لا أسيء إلى زوجتي، المعروف لا أسيء إلى زوجي، بتكلم كامرأة. تمام كده؟ إن إحنا نعامل بعض باحترام، بالكلام الطيب، بالكلام الحسن، بالكلام الحلو، تمام، بكل شيء جميل. هذا هو المعروف. ولكن إن أنا أسيء إلى زوجتي أو أسيء إلى زوجي بالكلام أمام الآخرين، وأتحدث عن زوجي أو أتحدث عن زوجتي أمام الناس بسوء، هذا لا يجوز شرعا، وكما قلت يعتبر من الغيبة والنميمة، وهذا حرام. السؤال العاشر: هل يجوز للزوجة أن ترفض طبخ الطعام أو التنظيف؟ طبعا الكلام ده له شبيه بسؤال كنا قلناه قبل كده. تمام؟ يعني الزوج بيؤمر زوجته إنها تطبخ طعام، تعمل له أكل ياكل، أو إنها تنظف البيت. هل يجوز للزوجة إن هي ترفض؟ طبعا إذا كانت العادة أو حالتها الصحية تقتضي ذلك فيجوز لها أن ترفض، لكن الأفضل أن تتعاون مع زوجها، فإن ذلك من حسن العشرة. أولا هنا في 3 حاجات دلوقتي. أول حاجة، إذا كانت العادة، يعني العادة قلت لكم قبل كده السؤال ده مشابه للسؤال اللي قلنا قبل كده. العادة يعني والدتها وأم والدتها والبيئة اللي هي عايشة فيها والمجتمع اللي هي موجودة فيها تقتضي إن الزوجة بتعمل أكل وبتنظف وتقوم بخدمة زوجها، يبقى هي زيها زي غيرها، لأن المجتمع كله، المجتمع اللي هي عايشة فيه أو والدتها وأم والدتها والناس اللي حواليها ماشيين على هذه العادة، شيء طبيعي إن هي تبقى زيهم. تمام كده؟
في بعض البيئات أو بعض المجتمعات ما فيهاش الكلام ده، بتجيب خادمة وبتخدمها وهي ما بتعملش أي حاجة، حتى في بعض الزوجات كمان أساسا مش شغالين وبقى في البيت فقط لا غير، وبرضه في خادمة موجودة عندهم طبعا موارد مادية كويسة، يعني ربنا يزيد الناس كده، مفيش مشكلة. دي عادة مجتمع هي عايشة فيه وحياتهم المادية تسمح بذلك. تمام. ولكن زوجة حالتها الصحية سيئة، حالتها الصحية سيئة، تمام، جه الزوج قال لها اطبخي طعام أو نظفي أو امسحي حاجة أو اكنسي أو اغسلي، وهي مريضة حالتها الصحية ترفض ذلك، إذا يجوز لها إن هي ترفض. ولكن طبعا زي ما قلنا قبل كده يا جماعة، في جميع الأحوال مطلوب من الجميع التعاون، تتعاون مع بعض، الزوج حتى يتعاون مع زوجته، حس إن هي تعبانة أو مريضة ويتعاون معها، تمام، لابد إن يكون في تعاون بين الاتنين مع بعض.